السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة يا رب. يا درا قولوا لي كاش تحضيرات العيد الأضحى ولا شوية شوية؟ بعد ما طولت شوية الغيبة. كيما على بالكم انايا توجور كي نحط لي فيديو نشوف نسبة المشاهدة ولا لي جيم، يعني التفاعل ناقص بزاف، سي نورمال نفشل شوية. مي الأخت تاعي شجعتني وقالت لي حطي لنا حاجة للعيد، طلعي لنا شوية طلعي لنا شوية المورال باش ولا ندير لكم شوية كوراج باش نتوما تاني تخدموا شوية كاطو وتوجدوه للعيد. وهاد الموديل اللي خدمته انا تاع الصابلي خاصة درته خصيصا لاصحاب المشاريع، باسكو هما اللي يستحقوا باش يخدموا كيما هكا حاجات ويخدموا على ارواحهم. ونبدو بسم الله المقادير وطريقة التحضير، وتابعوا معايا الفيديو حتى الآخر. عندي 250 غرام تاع زبدة ولا مارغرين، عندي 2 ملاعق كبار تاع زيت، عندي ما تكتروش الزيت، عندي صفار حبة بيض وحبة كاملة تاع البيض، عندي لافاني والقرصة تاع الملح، وعندي كاس سكر ناعم. هنا لافاني تقدروا تستغنوا على هذه ليكيد، ديروا غير البودر هذه تاع لابودر ولا ديروا اللي تبغوها. وعندي الفارينه، هنا ما استعملتش خميره الحلويات باسكو الطابعه اللي نستعملها باش تخرج لي الشكل تاعها ما يخسرليش. هنايا حطيت كاع المقادير، حطيت كامل المقادير، وهنا الملح واللافاني، وزدت عليهم ما نسيت باش نحطه معاهم اللي هو النشا. تقدروا ديروا 4 ملاعق كبار تاع نشا. كما راكم تشوفوا معايا حطيت المقادير ونخلطهم بالخلاط الكهربائي بيان سور بالباتور. واللي ما عندهاش الباتور تقد تخدم بالفوي، ما عندكش الفوي تخدمي بيدك عادي، شوا تخدميها مليح مليح حتى تحصلي على كريمه. بالنسبه للزبده تخرجوها برا، ما تخلوهاش ما تجيبوهاش من الفريجيدير باسكو تغلبكم شويه في الخدمه تاعها. هنا خلطت، شوفوا تحصلت على كريمه. دروك نبدا نجمع بالفارينه حتى نتحصل على عجينه طريه. غطيتها بالبلاستيك وخليتها ترتاح. بعد ما ارتاحت حوالي واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه، حليتها درت بلاستيك ولا تحلوها كيما تبغوا. انا ما بغيش ندير لها الفارينه باش ما تقساش. وجبت هادو هما طوابع اللي شريتهم. شوفوا معايا هنا عندهم هذوك الفراغات شويه ضيقين، صافي هذا المدور اللي فيه كتبه وهذا اللي فيه هذاك الخروف ما نقدش نديرهم بالعجينه، نطبع غير الشكل بهذاك الكاري وهذيك الدائره، والاخرين غادي نستعملهم بعجينه السكر. بعد ما حليت العجينه شوفوا كيفاش خرجت لي عجينه بزاف مليحه. نطبع بهذا ونعاود نحط هذاك فوقه. هنا نضغط، ما تزيروش بزاف بزاف بزاف، نضغط ونعاود نخرجها. شوفوا الشكل كيفاش يجي داير، رأس تاع خروف خروف 5 ملايين ولا 6 ملايين فوالا. هنا غادي ندير حبه سامبل وحبه فيها هذاك الاخر، باش هادي نديرها من التحت، هادي اللي فيها تجي سامبل، والاخرى نديرها من الفوق ونلصقهم بالكونفيتور ولا بلا جولي ولا اللي عندكم. شوفوا معايا عاد نطبع معاكم واحده اخرى. فوالا تخرجوها غير بشويه ويخرج لكم الشكل تاع خروف. هنايا درت هادو سامبل، كل حبه كل وجه تاع خروف اللي فيه هذا الخروف هكا تقابلها حبه واحده اخرى سامبل. وكاين واحدين اللي درتهم سامبل ودرت لهم بالعجينه السكر هذاك الوجه. شوفوا هادو طيبت لهم كل حبه مع تاعها. هنا دخلتها الفريجيدير حتى بردت حوالي واحد نصف ساعه باش يجيني الشكل مليح، ودرتهم دخلتهم في الفور يطيبوا. هنا هادو اللي فيهم عيد الاضحى، مكتوبه عيد الاضحى ودايرين دوك الخرفان لتحت. شوفوا الطابع تاعها كيفاش يا شباب. هادو طبعتهم كيما هكا تاني طيبتهم صابلي وحدهم، تسيسوها غير بشويه وطير لكم بالخوف. ديروه في الفارينه وتطبعوا به. شوفوا هنايا هذا غادي نطبع هكا ما تخرج لكمش، بغيت غير نوريكم. انا ندير هذاك الكاري ومن بعد ندير هنا جبت عجينه السكر حليتها بالبلاستيك بيان سور يساعدني بالبزاف.
شوفوا كيفاش غادي نطبع. طبعت بهذاك الدائرة وزدت ضغط بهذيك، تضغطي مليح باش يخرج لك هذيك الرشمة تخرج لك في عجينة السكر. شو لهنايا هذيك الرشمة هنا ما تبان لكمش، انا غادي نعاود نلونها بهذاك الدوغي وتخرج بزاف شابة. شوفوا هنا الوجه تاع الخروف كيفاش طبعته، ماشي حاجة. هنا تاني هذيك تاع عيد الأضحى هذه، وخاصة هادو الطوابع خاصة اللي يخدموا اللي يديروا مشاريع، اللي عندهم اللي يخدموا لي كوموند تاع الكاطو في العيد الكبير، تقدروا تخدموا وتبيعوا على رواحكم، خدمة بزاف شابة. شوفوا هنا بعد ما طاب لي الكاطو برد، درت لا كونفيتور تاع المشماش ودرت هذاك لا بات ا سوكر لصقتها. شوفوا كيفاش يجي صابلي من التحت والعجينة السكر من الفوق. شوفوا هنا جبت هذاك الدوغي مع الجال تاعه، فوالا درت ملعقة صغيرة وبديت نضيف عليها في هذاك الدوغي ونلون ونخلط. جبت هذاك البنسول الكيكاع وبديت نلون. هنا سرحت في الفيديو باسكو هذه حاجه سهله ماشي صعيبه. قلت لكم انا هذا الموديل تقدروا نتوما ما تخدموش في دياركم، تقدروا اصحاب المشاريع ولا لي زعما هي اللي يخدموا لي كوموند تاع الكاطو يخدموه ويبيعوه على رواحهم، يساعدهم بالبزاف. هنا تشوفوا هذاك الخروف وكاتبين عيد اضحى. شوفوا كيفاش جات شابه، هذا في داك المستطيل فوالا. وهنايا هذه تاني عيد اضحى مبارك، الشكل تاعهم بزاف شباب. وهذه هي النتيجه، نتمنى تنال اعجابكم. وكما تعرفوا اصحاب لي كوموند، ربي معاكم وما تنسوناش بالجام وتهلوا لي في رواحكم. سلام.